4 خطوات هتسهل جدًا معاكِ ومع طفلِك إن هو يتكلم بسرعة ويتكلم بدري وما يتأخرش معاكِ في الكلام. كلنا كأمهات بنبقى عايزين نعرف إيه هو اللي نعمله مع الطفل علشان يتكلم بدري وما يتأخرش في الكلام. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على فيديو بيشغل بال امهات كتير. لو لسه طفلك ما بقاش بيتكلم ولسه صغير، خايفة ان هو يتأخر في الكلام وعايزة انه يتكلم بدري وكمان يتفاعل معاكي ومع الاسرة، وكمان لو بيروح حضانة ده هيبقى حلو قوي. هقولك على الخطوات اللي هتساعدك في ان طفلك يتكلم كويس، يتكلم بدري، يتفاعل معاكوا بدري، يكون في ما بينكوا تواصل وتفاعل. كل ده هقولك عليه في الخطوات، بس تابعي الفيديو للاخر وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وتحطيلي منك لايك يا احلى مامي. ويلا نبدأ. اول حاجة هو لازم تكوني عارفة نقطتين مهمين لازم يكونوا موجودين مع طفلك علشان يتحفز فعلا للغة والكلام بدري والتواصل بدري. اول حاجة لازم يكون بيسمع كويس. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اكون بلاغي الطفل كتير وبحاول اعمل معاه مهارات كتير انه يتفاعل ويتواصل ويتكلم بدري وهو عنده مشكلة في السمع، يبقى انت كل اللي بتعمليه ده كده بلا فايدة. طيب انا هتأكد ان طفلي بيسمع ازاي؟ اول حاجة الطفل حديث الولادة بيعملوا له في الصحة اختبار سمع. طيب انا طفلي ما تعملوش اختبار سمع، دلوقتي برضو اتاكد ان هو بيسمع كويس ولا لا. ازاي تبداي؟ ان انتي مثلا لو اتكلمتي قصاده بينتبه لك ولا لا. مثلا لو انتي ماشيه في الشارع وفي حصل صوت مره واحده، موتوسيكل، اذان في المسجد، مره واحده بي مثلا بيبص بخضه، بيعيط، كل ده بيبقى اشاره ان هو بيسمع كويس. طيب انا بتكلم مع طفل كتير وبحس ان هو مش بيسمعني اصلا، ما بيتأثرش، ما فيش ان ماما ما بتناديش، ماما ما بتتكلمش، طبعا هتروحي للدكتور وتطمني على حاسة السمع. تاني نقطة ومهمة قوي تعرفيها وتبقي مركزة مع طفلك فيها وهي التواصل. لازم يكون طفلك بيتفاعل معاكي ويتواصل معاكي كويس. دي نقطة مهمة ان هو يتحفز معاك كلام ويتكلم معاكي كويس. طب هيتفاعل معاكي ازاي؟ يعني وهو صغير رضيع ما تقوليش ان هو رضيع ومش بيفهم، لا بالعكس، اتكلمي معاه والعبي معاه، خليه ان هو يضحك. لو بدأ ان انت بدأتي تلعبي معاه وبدأ ان يضحك، يبقى دي نقطة كويسة قوي للتفاعل. في حركة تاني كمان، ان انت مثلا بتبيني للطفل انك زعلانة او بتعيطي، هو بيبدأ يعمل زيك ويعيط. دي برضو نقطة ان هو بيفهمك، بيبدأ ان هو يتفاعل معاكي. تبدأي ان انت مع الوقت تلعبي معاه بألعاب ليها صوت، بالكورة مثلا تطلبي منه خد هات. الحاجات دي كلها تفاعل وتواصل، بتحفز جدا لو انت عملتي مهارات اللغة وتحفيز الكلام. طيب انا الحمد لله طفلي بيسمع كويس. تاني حاجة طفلي بيتواصل معايا كويس، يعني بيسمعني، لو طلبت منه حاجة بيجيبها لي. مثلا لو لعبت معاه بيلعب وبيبقى فيه تفاعل ما بيننا. تبدأي تعملي الخطوات دي. اول حاجة يا ريت تبعدي عنه الشاشات، يعني على قد ما تقدري. الشاشات اللي هي التليفون، التلفزيون، الايباد، اي حاجة بتفرجي عليها، مثلا كرتون، قصص، اي حاجة الطفل بيشوفها من الشاشة، للأسف دي بتخليه يتأخر شوية في اللغة، يتأخر ان هو يبقى تحفز النطق عنده، لان هو طول الوقت بيتفرج ساكت، ما بيتكلمش، مش فيه تحفز وان انت بتساعديه ان هو يتكلم، لا هو ساكت قدام الحاجة اللي بيتفرج عليها. فبالتالي دي حاجة بتأخر معاه جدا من الكلام. مسموح للأطفال ان هم يتفرجوا على الكرتون من بعد ما يتموا سنتين، وتبقي اتأكدتي وطمنتي ان طفلك الحمد لله بدأ يعرف كلمات كتير، بدأ ان هو يكون جملة من كلمتين، بدأ ان هو يتكلم اصلا. خلاص ممكن يتفرج معاكي على الكرتون بوقت صغير، مش وقت كبير. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، انك تشاركي الطفل وقت كبير شوية من يومك. انا عارفة ان احنا بيكون عندنا ضغوطات وعندنا مسؤوليات كتير، ومش هينفع ان احنا نقعد وقت كبير مع الطفل نلعب معاه، بس معلش تعالي على نفسك في فترة هو بدأ ان مفروض يتحفز للكلام، وانتي عارفة ان الفترة دي لازم طفلك يحفظ كلمات كتير وتتواصلي معاه كتير عشان يتكلم بدري، وكثفي شوية الوقت معاه. حاولي طول ما انت بتعملي معاه حاجة اتكلمي. يعني هتغيري البامبرز، قوليله ان احنا هنغير البامبرز، هنحط كريم، ننشف بالفوطة. فهمي، ابدأي ان انت كل ما تعملي حاجة تكلمي عليها. هو بيبدأ ان هو الطفل بيبقى عامل زي الاسفنجة، يمتص كل فعل انت بتعمليه وكل كلمة بتقوليها وكل رياكشن منك، فبيبدأ انه يحتفظ بكل ده. مع التكرار هتلاقيه ان هو بينطق، هتلاقيه ان هو عارف الحاجة دي. يعني مثلا هات الكورة هيجيبها لك، هات البامبرز هيجيبه، خلاص، لان هو مع الوقت هو حفظه.
تمام. طيب احنا قلنا كده هتبقي تشاركي الطفل وقت كبير من يومك، مش شرط انك تلعبي معاه وقت كبير، لا شاركيه مثلا لو انت واقفه في المطبخ، خلي الطفل يقف معاكي، اديله مثلا طبق، اديله معالق، اديله حاجه يقدر يلعب بيها، بس بدون ما طبعا تعوره، وفي نفس الوقت ابدأي اتكلمي معاه وانت بتعملي الحاجات دي. طبعا اللعب والكلام والتحدث في كل فعل دي هي المشاركه الطفل مع الام. طيب تالت نقطة بقى مشاركة الطفل للأطفال الأكبر منه شوية، دي نقطة مهمة جدا إن الطفل يتشد منه الكلام، يعني عارفة بمعنى كده إيه، ما بيننا كده بنقوله بنجر الكلام من بق الطفل. إزاي؟ هو بيحب يقلد، يحب يقلد الطفل اللي قدامه اللي بيتكلم واللي بيلعب واللي بيجري، فبيبدأ إن هو يعمل نفس اللي بيعملوه. فأنتي حاولي تخلي الطفل اللي هو لسه صغير، لسه الكلام عنده بسيط أو مش حافظ كلمات كتير، بتحاولي ان يخليه ينطق بدري، حاولي ان انت يقعد مع اطفال كتير. طبعا لو اخواته موجودين هيساعدوه جدا في ان هو يتكلم بدري. لو هو لسه اول طفل حاولي يتقابل مع قرايبه، مع اصحاب، مثلا لو جيران في حضانة، ده تحفيز كويس جدا ان الطفل يتكلم بدري. تالت حاجة ان احنا قلنا مشاركة الطفل وقت كبير مع اطفال زي الاهل والاخوات الجيران، في الحضانة، الحاجات دي مهمة. رابع حاجة بقى وهي التغذية الصحية، التغذية السليمة. لازم الطفل يكون بيتغذى كويس علشان النمو عنده للمخ والإدراك والانتباه ده كله يكبر ويزيد مع النمو الصحي الصح. طب يعني ايه؟ يعني انا طفلي مش بديله اصلا حاجة تنمي المخ، مش بديله حاجة تزود المخ، فبالتالي هو مع الوقت مخه ضعيف، تركيزه ضعيف، انتباهه وذكائه ضعيف، فمش مش هيحفز الكلام عنده بسرعة، مش هيتواصل معاكي بسرعة. ليه؟ لان كل حاجة عنده في المخ ضعيفة. المخ هو مسؤول اكبر حاجة عن ان الطفل يحفظ كلمات كتير، يتواصل معاكي اكتر، يبقى اسفنجة ليكي، يمتص كل حاجة حواليه. طبعا هو المخ. علشان بقى نزود نمو المخ ونزود الادراك عند الطفل والانتباه، لازم تأكليه نظام صحي كويس، يعني تنوعي له في الخضار، في الفاكهة، شربيه مية كويس، البروتين مهم جدا، كل المعادن بقى والكالسيوم والحديد تنوعيها للطفل. طيب أهم الأكلات اللي بتساعد على نمو المخ والتطور العقلي والكلام والإدراك عند الطفل، أول حاجة هو البيض. تقدري تسلقيه أو تعمليه أومليت تدخليه مع خضار، تديهوله للطفل من بعد ما يتم 6 شهور، وتجربي الصفار الأول 3 أيام، الحمد لله مفيش حساسية. بعد كده بنجرب البياض 3 أيام، وبعد كده تقدري تدي البيضة كاملة للطفل. طيب تاني حاجة هي المكسرات. المكسرات برضو مفيدة جدا لصحة مخ الطفل. تقدري تديها للطفل من بعد ما يتم 6 شهور، والطفل ياخد المكسرات لغاية عمر 5 سنين تكون مطحونة. ما ينفعش تديها سليمة حتى لو هو عنده سنة ونص سنتين، لا، لازم تديله مطحونة عشان لا قدر الله ما يشرقش منك. تالت حاجة الأسماك الدهنية زي السلمون، السردين، التونة، الماكريل. الأسماك دي بيكون الدهون الصحية فيها زيادة، فبالتالي المخ معاكي بيزيد معاه في التركيز والنمو أكتر. طيب عندك كمان حاجة لو الأفوكاتو. الأفوكاتو حلوة جدا لزيادة نمو المخ. طيب الأفوكاتو غالية ومش هقدر أجيبها، هات الموز. الموز برضو فيه نفس الفايدة اللي في الأفوكاتو، حلو جدا والأطفال بيحبوه. الموز تقدري تقدمي للطفل بعد ما يتم 4 شهور، بس يكون استوفى شروط إدخال الطعام، وفي نفس الوقت تكوني جربتي الخضار الأول والحبوب الغذائية الأول. خامس صنف هو الزبادي. الزبادي من الكالسيوم والبروتين اللي بيبقى محتاجه الطفل جدا للنمو معاه، وكمان للنمو العقلي والإدراك عنده. تقدري بقى تكثفي الفايدة الغذائية للزبادي، انك تحطي معلقة مكسرات مطحونة، اهرسي الافوكاتو حطيه على الزبادي. البيض لو هو طفلك بيرخم شوية في البيض مش بيحب ياكله، اسلقي وخدي الصفارة وهرسيها كويس وحطيها على الزبادي، هتزودي القيمة الغذائية. وكمان احنا قلنا ان البيض حلو جدا من العناصر اللي بتزود نمو المخ وادراك المخ. يبقى دول الاربع خطوات اللي هتعمليهم مع طفلك هيتكلم معاكي بسرعة ان شاء الله. هتبعديه عن الشاشات، التليفون، التلفزيون، كمان هتشاركي معاه وقت من يومك، هتلعبي معاه اي اكتيفيتي او مهارات هتعمليها في البيت لازم هو يشاركك فيها، تكلمي معاه فيها. لو بتعملي حاجة للطفل بتأكليه، بتشربيه، بتغيري له بامبرز، لازم تتكلمي معاه فيها، انك تقولي له احنا هنعمل كذا ده علشان تبقي نظيفة، تبقي ريحتك حلوة. كمان عندك مشاركة الطفل للأهل وللأسرة والأطفال أكبر منه، ده نقطة مهمة جدا للتواصل وإن الطفل يكون اجتماعي أكتر. رابع نقطة التغذية الصحية السليمة.
السليمة لإدراك النمو، وكمان الإدراك المخ ده حلو جدا. ان شاء الله مع النقط دي طفلك هيتكلم كويس ومش هيتأخر في الكلام. يا رب يكون فيديو مهم ليكم وكمان استفدتوا منه، وشكرا للمتابعة. يا رب تحطوا لي احلى لايك منكم يا احلى امهات. شكرا ليكم، شكرا للمتابعة، باي باي.